دي واحدة من الred flags المشهورة جدًا اللي بنقول عليها الghosting أو الاختفاء المفاجئ، هو عايز العلاقة من بعيد لبعيد، فأول ما يحس إن بقى في عمق في العلاقة وفي مسؤولية، فأنت محتاج تكون أنت الفعل، فأنا عايز أنهي العلاقة دي. طب وأنت شايف إن التأثير ده عليك إيه؟ طبيعي إن أنا متأثّر، لإن مستني رجوع الشخص ده في أي وقت. كنت في فترة كنت موجود في علاقة، والعلاقة ديّة جات عليها فترة الشخص اللي معايا اختفى فجأة، إمم، وجوده بقى قليل جدًا، إمم، حتى في الأماكن اللي كنا متعودين نكون موجودين فيها مع أصحابنا، مع قرايبنا، الناس اللي إحنا كنا متعودين نقعد معاهم ما بقاش موجود في أي حتة، كإنه اختفى، إمم، حصل له زي delete أو shift delete زي ما إمم، بيقولوا. فما بقيتش عارف إيه السبب، حاولت أتواصل معاه، أوقات يرد، أوقات ما يردش. وفي الآخر برضه لحد الآن الرد غير موجود، إمم، ولو موجود بيبقى بالقطارة قليل أوي. تواجدنا مع بعض، كلامنا، حتى أصحابنا ما بقوش يشوفوه، إمم. فكان اختفاء غريب وما كنتش لاقي سبب لده. طب وأنت شايف إن التأثير ده عليك إيه؟ طبيعي إن أنا متأثّر، لإن الشخص ده اختفى عني، إمم، حد أنا كنت متعلق بيه، إمم، وكنت حاطط آمال مستقبلية إن ده أوكي، شريك ليّا في الحياة، إمم، فمرّة واحدة اختفى. طموح كل حاجة كنت بانيها لقدّام كلّها اختفت. إمم. كويس. دي واحدة من الred flags المشهورة جدًا اللي بنقول عليها الghosting أو الاختفاء المفاجئ. طب هو يعني إيه أصلًا ghosting؟ الghosting هو الظهور الغير مبرر والاختفاء الغير مبرر. شخص بيكون في حياتك موجود وفجأة هوب تلاقيه مش موجود، راح فين أنا ما أعرفش. طب إيه نوعية الشخص أو مين الشخص اللي المفروض بيعمل الghosting ده، أو مش المفروض، أو مين الشخص فعليًا اللي بيعمل الghosting ده؟ أوكي، هو في ناس كتير ممكن تكون بتعمل ghosting بس أشهرهم الشخص اللي عنده avoidant attachment أو نمط تعلق تجنبي. الشخص اللي لما بيلاقي العلاقة دخلت في العمق قوي بيبتدي يهرب، بيبتدي يجري، هو عايز العلاقة من بعيد لبعيد، فأول ما يحس إن بقى في عمق في العلاقة وفي مسؤولية بيمشي. ده أول شخص. تاني شخص برضو الشخص اللي ما بيعرفش يواجه، الشخص اللي هو ضعيف الشخصية، ما بيعرفش يواجه، ما يقدرش يقول مثلا أنا مش قادر أو مش عايز أكمل، لا، يمشي على طول أو يختفي فجأة. تالت شخص الشخص اللي عنده أنانية عالية، أول ما بيلاقي اهتمام قل، احتياجاته ما بقتش بتتلبى بالشكل اللي كانت بتتلبى بيه في أول العلاقة، ما بيسألش حتى في إيه، بيبتدي يمشي ويختفي ويدور على علاقة تانية ياخد فيها اهتماماته واحتياجاته، لأن هو أهم حاجة عنده نفسه، وهو مش مهم عنده طرف تاني ممكن يكون بيمر بإيه أو ما بيمرش بإيه. فدولت التلات أنواع اللي ممكن يكونوا بيختفوا فجأة. دلوقتي أنا متأثّر من حالة الghosting ديّة، إن أنا مستني رجوع الشخص ده في أي وقت، مم. وباراقبه، لإن أنا بابقى عاوز أطمن عليه، وباراجع نفسي دايمًا طول الوقت إن أنا عامل حاجة غلط في العلاقة ديّة، مم. في حاجة أنا عملتها غلط بس أنا مش عارف إيه هي. مم. ف فده بيأثّر عليَّ إزاي؟ اوكي، ده تأثير الجوستنج، فكرة ان المخ فيه فايلات ما اتقفلتش، والمخ ما بيعرفش يقفل الموضوع غير لما بيقفل الفايلات بتاعته. ففي أسئلة كتير جدا ما تجاوبش عليها، فالمخ عايز يتجاوب عليها عشان يقفل الفايل ده، لأن لو ما تجاوبش عليها مش هيعرف يقفل الفايل ده، فهتفضل طول الوقت عايش ورا الأسئلة دي. حاجة في علم النفس اسمها الإغلاق المعرفي، ان انت تحط نفسك كده في دايرة من الأسئلة ومش لاقي لها إجابات، زي مثلا هو أنا عملت إيه؟ هو عمل ايه؟ هو عمل كده ليه؟ طب هو حبني ولا ما حبنيش؟ طب كل الكلام اللي كان بيقوله لي ده، طب الحاجات الحلوه اللي كانت بتحصل كل دي هانت عليه؟ كل الحاجات دي او كل الاسئله دي طول الوقت بتدور جوه دماغك وانت مش لاقي لها اجابات، فطول الوقت بتحاول تبحث عن اجابات. بتبحث عن اجابات بقى انك تدخل تراقبه، بتبحث عن اجابات انك تحاول تسال عليه، بتبحث عن اجابات ان انت مستنيه يرجع عشان تساله ويجاوبك على الاجابات دي كلها. بس المشكلة الكبيرة انك لو فضلت في السايكل دي هتتعب جدا، فبتبقى محتاج تكسر السايكل دي، وعشان تكسر السايكل دي بتكسرها بقرار منك ان انا مش عايز اعرف الاجابات، انا العلاقة دي خلاص انتهت بالنسبة لي. طيب أنا دلوقتي حاسس بالمشاعر دي كلّها، إزاي أقدر أتخطى المرحلة دي؟ كويس. 5 خطوات بيخلّونا نتخطّى فكرة الghosting. هي الghosting زيّها أو مقاربة للمشاعر الفقد أو الانفصال العاطفي، بس هو أسوأ حاجة في الghosting إن زي ما قُلنا إن هو بيسيب أسئلة كتير جدًا جوانا ما لهاش إجابة، فالمُخ ما بيعرفش يقفّل الفايلات دي. فأول حاجة محتاج أعملها هي بس فكرة الاعتراف بالمشاعر، أعترف إن أنا مش كويس، أعترف إن أنا اتسبت، أعترف إن أنا في مشكلة معايا. الاعتراف بالمشاعر واحدة من أهم
المراحل للسماح بالرحيل ليها اساسا. فبجيب ورقه وقلم وبكتب مشاعري وبكتب كل الافكار اللي جوايا، بكب عقلي على ورق زي ما بيقولوا كده. دي واحده من اهم الخطوات. تاني خطوه وبرضو خطوه بشوفها مهمه جدا هي فكره ان انت تبقى عارف ومتاكد ان المشكله مش عندي. فمحتاج اجيب ورقه وقلم واكتب الواقع اللي حصل. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الشخص ده اختفى عشان كذا 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 كذا. طب هل اصلا المفروض انه يختفي؟ حتى لو انا غلطت، حتى لو انا عملت اي حاجه، هل الصح ان الشخص ده يختفي ولا صح انه يواجه؟ فدي تاني خطوه، فكره ان انا اكون عارف ومتاكد ان المشكله مش عندي. اللي عمل جوستنج هو اللي عنده مشكله. فبالتالي انا بشيل فكره بقى جلد الذات والاسئله الكتير، طب انا عملت ايه وما عملتش ايه والكلام ده من جوايا، لان خلاص انا ما عنديش مشكله. انا اتعرفت على شخص هو عنده مشكله واختفى فجاه. شخص ما عندهوش مسؤوليه او ما عندهوش القدره على المواجهه حتى، فخلاص الموضوع بالنسبه لي منتهي. تالت حاجه ان اقفل الموضوع من عندي. يعني ايه؟ واحده من اهم الخطوات اللي الانسان اللي بيتعرض للجوستنج المفروض يعملها فكره انه ياخد قرار ان انا خلاص العلاقه دي مش عايزها، حتى لو الشخص ده رجع لي. فانا هنا بقفل الموضوع من عندي، مش مستني القفله منه. ودي واحده من الحاجات المهمه جدا اللي الناس اللي لما بتعملهاش الدنيا بتبوظ معاهم، وبيفضلوا طول عمرهم مستنيين يبقوا رد الفعل مش الفعل. فانت محتاج تكون انت الفعل. فانا عايز انهي العلاقه دي من جوايا، ولو هو حتى رجع فانا مش هرجع له. ودي واحدة من الحاجات او من الخطوات المهمة جدا. رابع خطوة واهم خطوة ان انا ابطل اراقب الشخص ده وابتدي ارجع لحياتي، ارجع لروتين حياتي من غير وجود الشخص ده. خامس خطوة بقى، لو انت مش قادر والدنيا مش احسن حاجة معاك، طبعا محتاج تطلب الدعم، اذا كان من كوتش او من ثيرابيست او حتى من شخص تكون انت بتثق فيه يقول لك رأيه في الموضوع او يتكلم معاك ويخليك تخرج مشاعرك وتخرج اللي جواك. اخر حاجة محتاج تعرفها عن الجوستنج ان الجوستنج مش حاجة بتقلل من قيمتك، او مش معنى انك تعرضت للجوستنج فانت اللي عندك المشكلة. المشكلة عند الشخص اللي اختفى، عند الشخص اللي خاف يواجه، عند الشخص اللي ما حبش او ما كانش عنده القدرة او المسؤولية انه يكمل علاقة مع شخص تاني. فواحدة من الحاجات المهمة اللي لازم تكون مدركها ان انت اللي بتحدد مين يدخل حياتك ومين يكمل فيها ومين يختفي ومين يظهر. بس الحاجة الوحيدة اللي محتاج تعرفها او تفهمها ان رجوع الشخص ده هو قرارك انت. فلو انت تعرضت للجوستنج والشخص ده رجع وانت اديت ابروفد او رجعت للشخص ده، فلازم تعرف ان انت هنا اللي عندك المشكلة وانك متعلق بالشخص ده تعلق غير صحي. ودي كانت حلقتنا عن الجوستنج. فلو عندك اي اسئلة عن الموضوع او لو عندك اي اسئلة عن اي ريد فلاجز عايز نتكلم فيها الحلقات الجاية، ممكن تسيب لنا كومنت وهنرد يا في فيديو يا اما هنرد في بوست. وطبعا بقى مش محتاج اقول لكم سبسكرايب ولايك وشير واي حاجة انتوا عايزين تعملوها. سلام.